السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن موضوع شيق جدا وسؤال مشهور جدا جدا في الانترفيوز. والصراحة هو ليه فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب. بس اللي خلاني ان انا اعمل فيديو جديد، اولا المحتوى العربي يعني ممكن يكون ضعيف شوية. ثانيا ان شاء الله هنحاول ان احنا نتكلم في حاجات جديدة مش موجودة ان شاء الله في فيديوهات تانية يعني. موضوع النهارده عن الفرق ما بين الايجر لود والليزي لود. طبعا لو انت بتتعامل مع مشروع كبير، مشروع لارافيل كبير، طريقه تعاملك مع الداتابيز بتفرق جدا من حيث السرعه والاداء بتاع البروجكت. طبعا حته الليجر لود والايزي لود بتفرق معاك جدا في البروجكت. طيب اولا احنا عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين الليزي لود والايجر لود. وعم برضو طبقنا، يعني احنا جبنا مثال كده. احنا عملنا 100 يوزر، كل يوزر ليه 500 منتج. تمام، عشان تكون داتا واقعيه وداتا كبيره، عشان فعلا نبدا نتست ونشوف نتائج فعليه. طيب خلينا نعرف الاول ايه هو الليزي لود. الليزي لود هو انك بتجيب الداتا لما بتحتاجها. انت مثلا عندك يوزرز، عايز تجيب البرودكتس بتاعتهم، لازم تطلبها، لازم تطلب البرودكت صراحه. تمام، يعني انت عندك اليوزرز، لازم تروح تقول له والله هات لي البرودكت تبع اليوزرز. طيب ممكن مثلا نضرب مثال زي انك بتشتري مثلا اكل من مطعم. بس بقى يعني مش بتطلب الاوردر بتاعك مره واحده، لا انت مثلا كل شويه بتطلب طبق. عشان انت قاعد في مطعم مشويات، تطلب طبق كفته، تطلب طبق اي حاجه تبع المشويات. كل شويه يعني بتخلص طبق تخش على بعض، تخلص طبق تخش على بعض، وهكذا. طبعا ايه العيوب المشكله دي؟ مشكله كده ان انت عندك، لو انت عندك 100 مستخدم على المثال اللي احنا هنشرحه، هيتم عمل 100 كويري بلس العدد الكويريز ذات نفسها بتاعت اليوزرز. اللي هو انت عندك 100 مستخدم، دول انت هتعمل لهم سيلكت مره واحده، فيبقى عندك كده اول كويري. وعندك 100 كويري عشان انت بتجيب كل منتج لكل، او بتجيب المنتجات لكل يوزرز. تمام، او لكل يوزر. طيب ده كده ببساطه الليزي لود. بالنسبه للايجر لود، ده بيجيب كل الداتا اللي انت هتحتاجها مره واحده. انت عندك اليوزرز بتجيب، يعني عندك اكتر من يوزرز، بتجيب كل المنتجات بتاعتهم مره واحده، مش زي الليزي لود. طيب طبعا في اماكن بتستخدم فيها الليزي لود، وفي اماكن بتستخدم فيها الايجر لود، وما ينفعش تستخدم العكس. يعني على حسب انت عاوز ترجع ايه، وهنوضح ده برضو في الامثله. آم، طيب خلينا كده نروح على المثال. انا هنا عملت راوت اسمه ليزي لود. طبعا ده هنا عشان نديتكت الكويريز ونشوف التايم. كل ده ملوش لازمه. احنا هو السطر ده، هو السطر ده احنا هنتكلم عنه. هنا عندك اليوزرز. طبعا بس انا اسف، يعني ممكن الفيديو يطول شويه، بس الموضوع مهم ويتطلب منك انك تكمل الفيديو للاخر. هنا اليوزرز انت بتجيب كل المستخدمين. تمام، وبعد كده بتقول له والله هات لي الكاونت تبع البرودكتس دي لكل يوزر. طبعا ده مش افضل حل، انا عارف ان ده مش افضل حل، بس انا عامله عشان نشوف مساوئ الحل ده ايه، او الاكزامبل ده. تمام، فهنا انا طبعا هنا ما عملتش ايجر لود، وهنا بجيب المنتجات، عدد المنتجات تبع كل يوزر. فاحنا لو رحنا كده على الراوت ده وعايزين نتست، طبعا ممكن يطول شويه لان انا عندي 100 يوزر، كل يوزر ليه 500 منتج. تمام، فعلا عرض لي اسماء المستخدمين وعدد المنتجات بتاعتهم، وكل كويري جنبها اخد قد ايه. طبعا الوقت على اللوكال هوست ممكن ما يكونش دقيق شويه عشان احنا لوكال هوست، لكن على السيرفر الحاجات دي بتفرق يعني جامد جدا، ويكون فعلا الفرق ملموس. طيب خلينا نروح على التلسكوب، نشوف ايه هي الكويريز اللي اتحملت، نشوف بقى ايه اللي حصل بقى معانا في الريكوست. طيب طبعا
قال لك انت عندك اللي حصل 104 كويريز، 99 منهم دوبليكيتد. طيب اولا إيه اللي احنا عايزين نشوفه؟ طبعا ده السيشن احنا مالناش دعوه بيه، فكده احنا معانا 103 كويري. طبعا هنا بيجيب الكرنت يوزر، مش برضه ده مالوش علاقه بالموضوع. كده احنا معانا 102 كويري. تمام، 102 كويري. ده التالت برضه بتاع السيشن. تمام، كده احنا معانا في 3 كويريز مالهمش علاقه بالموضوع، يبقى كده معانا 101 كويري. 101 كويري. تمام، ايه ال 101 دول عباره عن ايه؟ لو جينا نلاحظ هنا خدناها من تحت كده خالص، هنلاقي اللي هو جه عمل سيلكت لكل اليوزرز اللي هي بتاعت اليوزر اول. مظبوط، ادي اول كويري. تاني كويري بيقعد بقى يشوف بيلف على عدد المستخدمين عندك، ويروح يعمل كويري لكل واحد. يعني موضوع يعني فعلا صعب جدا. يعني انت عندك 100 مستخدم، هيقعد يلف بقى دي 1 2 3 4 وهكذا لحد ما يوصل لل 100، لحد ما يوصل فوق ال 100. فطبعا 101 كويري يعني عدد مش منطقي خالص. في سيستم كبير الدنيا تضرب منك، والسيرفر مش هيستحمل، وهتعوز تزود رام، وهتدخل نفسك في قصص مش حلوه. طيب ده كده بالنسبه لليزي لود. عاوزين بقى نقفل ده خالص كده ونروح على الايجر لود. ايه هو الايجر لود؟ الايجر لود احنا قلنا بنجيب كل الداتا اللي احنا عايزينها مره واحده، شيله واحده. طبعا ده برضو مش صح. طبعا ده مش صح لما انت يكون عندك 100 يوزر وكل يوزر عنده 500 منتج، برضو ده مش صح. لازم يا اما يكون في باجينيشن بقى، يكون هنا ما يجيبش اي منتجات، لازم يكون في حل. لازم يكون في حل. انما اجيب 100 يوزر بال 100 منتج بتاعهم، ده طبعا مش حل، سواء كنت في ايجر لود او في ليزي لود. تمام. طيب باكد عليك ما تزهقش من الفيديو، كمل الاخر ان شاء الله الفيديو هيفيدك. طيب احنا هنا عايزين نروح للراوت الثاني اللي هو اسمه ايجر لود. احنا هنا جبنا كل المستخدمين بالبرودكتس بتاعتهم، وقلنا نفس الكلام برضو احنا عاوزين عدد البرودكتس لكل مستخدم. فاحنا كده هنروح على الراوت الثاني اللي هو اسمه ايجر لودنج. هنرفرش. عقبال ما يرفرش هنروح على الريكوست في التلسكوب. تمام، الريكوست انطلب فعلا، رجع لي برضو نفس الكلام بالظبط، رجع لي ال 100 يوزر بالمعدل المنتجات بتاعتهم. تمام، تعالوا بقى نشوف ايه الكويريز اللي تمت. شوف 5. طبعا ال5 دول مش كلهم احنا ايه ليهم علاقه بالموضوع. ادي اول كويري بتاعت السيشن، كده احنا معانا 4 كويري. ده بتاع الاوس يوزر، كده احنا معانا 3 كويري. تمام، وادي السلكت السيشن، كده احنا معانا 2 كويري. متخيلين 2 كويري؟ يعني احنا دلوقتي المتعلق بالموضوع هو السلكت الاول لليوزرز، والسلكت للبرودكتس تبع كل اليوزرز. لو جينا دخلنا على الكويري دي كده، شوف قال لك ايه. قال لك select all from products where in user ID in 1 2 3 لحد 100. فهو جاب كل الداتا، جاب كل اليوزرز بكل البرودكتس بتاعتهم. فطبعا في فرق شاسع زي ما انتم شايفين في عدد الكويريز. طبعا ده يفرق جامد جدا على السيرفر برودكشن. ده ببساطه الفرق بين الايجر لود والليزي لود. ان شاء الله يكون في جزء تاني هنتكلم فيه عن بعض الفانكشنز اللي بتساعدك وانت بتديفلوب على حته الايجر لود والليزي لود. تابعوها ان شاء الله في بارت 2.